السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد بإذن الله. بصوا، أهم ما في الموضوع إني أنا اللي صينية الفتة دي اللي هوريها لك وهرصها لك دلوقتي، أهم حاجة فيها إن أنتِ ما تخلّيش العيش مميمي، ما تخلّيهوش طري، العيش يبقى مقرمش كده في بُقِّك، طعمه عامل زي التوست، طعمه تحفة. بُصّوا بقى التركاية بتاعتي دي، أنا باحُط محمّر اللحمة وأجيب مطرح تحمير اللحمة أحُط مكانها شوربة وأقوم حاطّاها فوق الوش، كده العيش بتاعي هيبقى مقرمش وهيبقى طعمه حلو أوي، وكمان الرز يبقى شارب من طعم الشوربة ونازل كده على العيش، طعمه تحفة وفظيع جدًا. يالّا بينا عشان تشوفوا الطريقة معمولة إزاي بأحلى وأجمل طريقة وبسيطة جدًا، 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 ما فيهاش أي تعقيدات. يالّا نسمّي بالرحمن ونبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول كده بسم الله. أول حاجة أنا حطيت اللحمة، أنا باحب أشوّح اللحمة الأول وأخلّيها تشرب مَيّتها خالص علشان تبقى اللحمة شوربتها رايقة. لو أنتِ اديتِ لها صدمة كده وشوّحتيها الأول قبل ما تحطّي عليها الشوربة أو تغلي شوربة وتحطّيها عليها هتبقى فظيعة وطعمها هيبقى حلو جدًا. باحط عليها طماطم، بصلاية، ورق الغار أو ورق اللوري زي ما بتقولي والحبّهان، وباخلّيهم يتشوّحوا معاهم كده حلوين جدًا، جدًا، جدًا. كمان هنحط البهارات بتاعتنا سهلة خالص وبسيطة جدًا، جدًا. 7 بهارات، فلفل أسمر، جوز الطيب، ما فيش أكتر من كده. مش هنحط لها أي حاجة تاني، بيدّوا له طعم حلو أوي، أوي، أوي للشوربة. اللي ما بيحبش جوز الطيب يا جماعة براحتكم، بس أنا باحط بكميات قليلة، أنا عارفة إن كتره غلط، بس أنا باحط بكميات قليلة جدًا، بيدّي طعم حلو جدًا للشوربة. طبعًا كده إحنا شوّحناها كإنِّك محمّرة اللحمة بالضبط. طعم تحمير اللحمة أو تشويح اللحمة مع الشوربة بيدّي لها طعم فظيع. طبعًا هي مش هتطلّع معاك كريم ولا أي حاجة علشان أنتِ خدمتِ الشوربة وخدمتِ اللحمة وحمّرتيهم كويس جدًا، وكمان يعني مش مخلّية فيها أي سوايل أو أي حاجة تعكّر لِك الشوربة. شايفة الشوربة رايقة إزاي؟ جميلة جدًا. بُصّوا رايقة وطعمها فظيع، فظيع، فظيع. إن شاء الله تجرّبوها بنفس التريكات اللي عملتها كده وهتعجبِك جدًا، جدًا، جدًا إن شاء الله. دي أول حاجة. يالّا بينا بقى نعمل الرز على طول. أنا باحط شوية زيت على مكعب زبدة، طبعًا حتّة الزبدة دي ما جاتش، تمام. هاحط بقى شوية الرز بتاعنا، اعملي الكمية اللي أنتِ حاباها، شوّحي الرز مع مكعب الزبدة وشوية الزيت. الزيت يا جماعة بيدّوا طعم حلو أوي للرز وبيخلّيه مفلفل. الزبدة بتخلّي للرز كده مذاق وطعم حلو أوي، تمام. بس هو الزيت بيخلّيه مفلفل. بُصّي بقى التركاية البسيطة دي، حُطّي شوية شوربة مع الرز، كبشتين، 3، 4. بُصّي بيدّي طعم للرز فظيع، ولو كمان سقيتيه كلّه بالشوربة بيبقى تحفة. هاكمّل بقى بالمَيّة وأنا خلاص حطيت الملح بتاعي والكلام ده كلّه وضابطة كل حاجة في الرز بتاعي. طبعًا أنتِ هتخلّي المَيّة تغطّي الرز بتاعِك، مش عارفة يعني إيه تغطّيه، كوباية المَيّة عليها كوباية الرز، يعني كوباية رز واحدة عليها كوباية مَيّة. يالّا بينا نعمل الصلصة الجميلة بتاعتنا. هنحط راس توم أو معلقة توم كبيرة نشوّحها مع الزيت أو السمنة براحتك، بس أنا الصلصة باحبها بالزيت بصراحة. باحط كمان عليها شوية خل، على فكرة أنا الخل ده عاملاه ميكس، خل تفاح مع خل أبيض بيدّي لها طعم فظيع. شوية كمون، شوية فلفل أسمر و7 بهارات والملح، بس مش هاحط أكتر من كده خلاص. وكمان الصلصة بتاعتنا اللي إحنا مفرّزينها في الفريزر، تمام. هنحطها ونحط عليها شوية المَيّة أو شوية الشوربة وخلاص على كده. أسهل من كده ما فيش وأسرع من كده ما فيش. هتقطّعي العيش بتاعِك بقى، بنقطّعه ليه بالمقص عشان يبقى شكله حلو كده وصغنّون كده، وأنتِ بتاكلي بالمعلقة كده يبقى إيه، على قد المعلقة بتاعتِك. أنا خلاص قطّعته وهاحط عليه معلقة سمنة